والله مع عروسه جديده ولا حاجه، ده ليكي، اصبري ليكي. لما تتنطط قرب هنا كده يا استاذ احمد، وتتنطط واظبطها اقوم حاططها هنا. مش انا هو بس كلام. هو هنا ونقوم قافلين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم. النهارده احنا عندي مفاجاه ليكم عظيمه لكل عريس، كل عروسه، وكل ست بيت، لكل اللي بيقولوا الظروف صعبه والجواز صعب. هنتكلم ونتفرج النهارده من بنها، من قلب بنها، عند معرض اساس مين؟ الشاعر. الشاعر دخلنا في ناس ارقياء جدا، اسلوبهم رائع جدا، في نوع من الليونه في كل شيء، وده انا هشرحه لكم دلوقتي. بس يلا بينا نبدا. اهم حاجه تهمك الليونه في الاسعار. الشاعر بصي بقى بيبيع بالاسعار القديمه لحد اخر السنه. الحقي بسرعه، انزلي هاتي اللي انت عايزاه دلوقتي عشان مفيش وقت، عشان الاسعار انتوا عارفين كل يوم في جديد، بس هو مثبت الاسعار لحد اخر السنه. يلا بينا نتفرج بسرعه وتاخدوا فكره سريعه عشان ما اطولش في الفيديو معاكم. ها يا بنتي، انت كل ما تلاقي انتريه تقعدي عليه قومي، انا مش قد ثمنه. معلش يا حمود، الحاجات عجباني قوي قوي، عندهم حاجات اول مره اشوفها، حاجات بجد موديلات تحفه تحفه تحفه. فين ايام المصطبه يا عم الطوبة المصطبه اللي ايه؟ ما انا كنت متجوزه بتبنوه بانتريه برضه، وانا والاسمنت؟ متجوزه على المصطبه يا عم. ايه ده؟ تعالى بقى نشوف اوض النوم. انت هتتجنن وتغير اوضه النوم؟ يلا تعالى والمصحف نتفرج ما على اوض هتجنن النوم. ولا عايز اغيرها ولا انت مش قلت عايز اخد اوضه النوم دي بالاكراه؟ بالاكراه؟ لا انا جايه عايزه اوضه سفره بصراحه والله. اختاري يا اختي اختاري. هختار، تعالوا اختاروا معايا اوضه سفره حلوه. هي دي اوضه السفره اللي عجبتك؟ بصراحة كل اوض السفرة اللي هنا تحفة، حاجة كده فخامة وشياكة. انا احترت، ما تختار انت طيب. اختار ايه؟ بس انت اللي تدفعي. لا يا عم انت اللي هتدفع. طب خلاص نرجع في كلامنا واختار الصالون ده حاجة فخامة، وده وانت و... عشان تجيب الاساس ده تجيبيني من القاهره لبنها؟ ده فركة كعب. بص اوض السفرة الوان متميزة كلها، وخامات وموديلات غاية في الفخامة. بعدين انا مش جايباك في اي حتة يا عم، انا جايباك في اكبر معرض موبيليا في الشرق الاوسط. يلا بقى خليها وسعت مني المرة دي. معرض الموبيليا فيه كل حاجة انت بتدوري عليها. لو عايزة اوضة سفرة كبيرة صغيرة محندقة واسعة مفندقة، لو عايزة انتريه، لو عايزة ركنة، لو عايزة صالون، وحتى اوض النوم، كله هتلاقيه عند الشاعر للاساس. بجد عندهم مساحة كبيرة جدا فيها كل الالوان وكل الموديلات وكل الخامات اللي انت عايزاها. تعالي بس، تعالي جري جوزك وهاتيه، وتعالي بصي انا جننت الشيف هنا وخليت عينه زغللت على اختار اوضه نوم تانية. عينه زغللت على كل حاجه عايز يجيبها. بصراحه كل حاجه المعرض مميزه جدا، من خامه، من ديكور، حاجات رقيقه جدا فعلا، بسيطه، ديكورات بسيطه وخشب مميز، وباذن الله باذن الله تسعدوا بالمكان. الشهر للأساس طبعا موسوعة كبيرة جدا، معرض كبير في جميع أنواع الأساسات، كل شيء هتجيبوه. سعدنا جدا جدا بتواجدنا فيه. بص الكلب ده، بص الكلب ده. يلا بينا بقى نروح. رحنا المعرض التاني، وهو قريب جدا على بعد يمكن تقريبا 100 متر من المعرض الاولاني، وابتدينا ان احنا نتفرج. اصر ان احنا نعمل زياره فيه، وفعلا لما جينا لقيناه ان هو فعلا فيه خامات مميزه جدا جدا، برضو تهوس بالاكثر عن المعرض التاني. زي الانترات، شايفين طبعا الصحارى دي، والصحارى دي يمكن قلت لكم في اول فيديو ايه لازمتها، وعشان يقول كل راجل حط يا باشا على طول. دي طبعا غرف نوم الاطفال او الشبابيه، من الحاجات المميزة جدا اللي الواحد داخل عشان يعرف يجيب خامة نظيفة أو حاجة نظيفة. ففعلا لقينا هنا في معرض الشعر. شايفين طبعا منظر السرير، وغير الخامة غير الشياكة اللي موجودة طبعا. أهلا بيكم. جينا في الفرع الثاني، والفرع الثاني ما شاء الله أنقح من الأولاني. يا أستاذ أحمد أنت بتغرينا، عايز تاخد كل اللي معانا، ما عادش فاضل الفيزا كارت ده لو كانت موجوده اصلا. انت كده عملت الصح. انا هختار من هنا كل اللي انا عايزاه. انا مش ماشيه من هنا الا لما تديني الصالون ده بس. صالون هاند ميد، صناعه يدويه، فرنساوي، من الحاجات المميزه جدا، شكله معبر وسعر في متناول اي حد. يعني ميزه هنا ان الخشب ما شاء الله
والسعر والخامه في متناول اي حد، حاجه مميزه جدا. يعني هو استاذ احمد بيتميز بالموضوع ده دائما، او معرض الشعر بيتميز بكل ما هو جديد في الاساسات، وبجد هو دي سمات الاستاذ احمد. على ضمانة الشيف وعلى ضمانتي باذن الله. الخشب هنا مضمون 100%. هتشتري حاجه تعمر معاكي باذن الله، مش خبطتين كده وتبص تلاقي كل حاجه طلعت من مكانها. لا لا، الحاجه جامده وحلوه ومستحقيه. بصي بقى، الموديلات كتيرة جدا جدا، بس احنا ما صورناش غير يعني الحاجات اللي كانت متاحة للتصوير. الحاجات كتيرة قوي قوي، والأذواق كتيرة والألوان كتيرة، وإن شاء الله مش هتخرجي من هنا إلا لما تلاقي كل حاجة عجباكي وهتشتري. اطلب منا 2 هتشتري شاي وواحد سحلب ليه وانت فاكر نفسك قاعد في وحجرين يا الكازينو؟ باشا. يا باشا ما يرضي الله بالامانه، انا دي اللي عجباني. تمام، خلاص نتوكل على الله. نتوكل على الله. انا مش مستريحانه. طب قلبي مش مطمن لك، مش عارفه ليه. انا لو خدت الاوضه دي على 3 شهور، الراجل عاوز طب هو لو خد الاوضه دي هتديله معاها عروسه ولا هو في ايه؟ بس انا عايز اعرف. العروسه موجوده. انا عايز اعرف. لا واحنا نقدر. ما تقدرش. الله يبارك لو لك. خدتها على 3 شهور عادي. مفيش مشكله خالص. 3 شهور مشكله خالص. بس تحفه. طب نقرب منها كده نشوف. تحفه تحفه. افتحها خلاص، هناك كده وفرجونا. هي دي. عايزين رايكم ايه دي؟ والله اللي استقرينا عليها انا وحنان، وعايزين رايكم هي دي ناخدها. ادي السرير بتاعها كده حلوه، الدولاب بتاعها معمول بنظام الدريسنج روم. ايوه بالظبط. اهو. حلوه بجد، مساحتها حلوه والفينش بتاعها جميل جدا. انا بحب الرف المليان كده، مش الرف الرقيق. السمك بتاعها والكومودينو حلو. بتاعها وهنا عارف الستات التسعه بتاعتها دي يا استاذ. ده تنجيل كابوتيني كله. كان ده الزبون. بنكت هنا كمان صحراء. اهو. طب دي بيتحط فيها ايه الصحراء دي؟ شبشب يعني لما ادخل. فينك يا ام؟ الله يرحمك يا ام. اتخانقوا مع بعض. دي عشان لما نتخانق مصيرك هيبقى هي كملتها هي. الله يرحمك يا ام. الله يرحمك يا ام ويرحم السرير النحاس يا ام. اسمه سرير سفري. سفر. نحاس. اللي هو انتوا كان عندكم كنا جايبين أو نحاس ناموسية. زمان. أو ناموسية. ده النهارده هاتوا لي وانا العروسه لازم تقول لك هقول مش عارف الايه وعايزين الايه طب كمان احنا بعد ما دوخناهم رسينا على الاوضه ديت. خامه والله بما يرضي الله. خامه، شكل، فينش، اسعار محترمه جدا. في تفاوض وفي تهاود وفي كل حاجه، وده اللي حصل مش معايا عشان الشيخ محمود، ولكن والله ده اللي هيتم معاكم وهيتم معانا. وان شاء الله اي حد هيجي من هنا ويشتري هيقول بس احنا جايين من طرف حنون الشيخ محمود، اكيد هيبقى ليه خصم مميز. ربنا يوفقكم والف مبروك لكل عريس وعروس. ان شاء الله. مستنيه اما تخلصوا على الاخر عشان اعرف التفاصيل. انا مش همشي الا لما اخد السفره دي. طيب احنا هنا اتفرجنا بسم الله ما شاء الله حاجات مميزه جدا، بس دلوقتي بقى في عندي عريس وعروسه والناس عايزه تتجوز وضغوط الحياه جامده. هل ان انا اقدر اطلب من حضرتك واخد قسط؟ يعني بدفع. موجود بالفعل عندنا قسط عن طريق. انا عايزك بس تركز مع الناس بتوعنا كده ومشاهديني كده. طيب موجود عندنا قسط عن طريق 3 شركات اللي هي فاليو وكونتاكت وامان، وبرضه عن طريق فيزة المشتريات. ده بخصوص القسط. المهم ان انا عندي قسط، ان انا اقدر اجيب حاجه لاولادي. لو تمنى عندك 10 بدفع جزء وببتدي ان انا ادفع القسط بعد كده. طيب ممكن تقول لي ايه المميزات التاني اللي موجوده عند حضرتك؟ اقول لك انا مميزات تاني موجوده عندهم، معلش بس انا بحب اعرف التفاصيل كلها. بيقدروا يغيروا لك الالوان ويغيروا لك المساحات والمقاسات. يعني انا كنت بقول له انا عندي انتريه واخد حرف يو كده وعايزه اعمل له ركنه حلوه، قال لي غمضي عينيكي واحلمي، الالوان نغيرها، المقاسات نغيرها، ونعمل لك كل اللي انت عايزاه. فك جيبك بقى يلا واعمل لي اللي انا عايزاه. لسه اقول لها على حساب مين يا رحطان؟ على حسابك. امال على حساب مين يعني؟ مش عندي يا انت عليك التفصيل وهو عليه الدفع، وانا بقى عليا استخدم الحاجه صح؟ مش عندي يا مزاجك. لا لا لا، امال انت جاي تغير ايه؟ جاي تغير العروسه؟ هنغير العفش. ايه ده؟ ممكن تديني مميزات المشاهدين؟ امكانيه التصنيع حتى لو الموديل مش موجود عندنا. لو في حاجه معينه انتوا عاوزينها احنا بنصنعها في خلال 3 شهور، بنكون مخلصين الموديل بخصوص اوض النوم، الاطفال، السفر، بخصوص الانتريهات في خلال شهر او شهر ونص بكتير قوي بالنسبه للانتريهات والصالونات والركن. ده امكانيه التصنيع عندنا.
كمان تغيير الالوان، لو في موديل عندنا عاوزين نغير الوان برضه نغير. زي ما احنا ما قلنا عندنا حاجه تتفصل بالنسبه للركن، عاوزين مقاس معين لحاجه لمقاس معين، ده بيتنفذ بالفعل بالشكل اللي انت عاوزه بالديزاين اللي انت عاوزه، وبتستلمه في الوقت اللي انت كل ده ما يهمش نعم. الناس. مم. الناس بيهمها حاجه واحده بس، ايوه انا هدفع ايه؟ الحاجه هنا سعر حنين، في تفاوض، في ان انا هقدر اجي اطلع من هنا مثلا خدت 3-4 قطع لاولادي، ان انا هقدر ان انا اخدهم على قد كده، هتريحني ان انا اخدهم على قد كده، فاهمني؟ بص احنا بالنسبه للاسعار الحمد لله عندنا بالنسبه لبره يعني مش هنقول بدون ذكر اسماء، يعني احنا الحمد لله بفضل ربنا خامه عاليه جدا. شفتها سعر بالنسبه للخامات اللي محطوطه سعر مناسب جدا جدا، وده يعني حاجه الحمد لله. احنا زي ما قلت لحضرتك كده لما كلمتني في التليفون وقلت لك احنا الحمد لله عندنا امكانيه التصنيع ديت، يمكن كان ده يعني المهنه افضل من جد يعني. شفت التصنيع من سنه 68 واحنا شغالين، يعني احنا كنا الاول قبل ما يكون عندنا معارض احنا مصنعين. ده شفت العلاقه ما بيننا يا حاج طبعا، يعني عايز اقول لكم دول الحمد لله. يعني اقدر اخد 3-4 اوض مثلا لاولادي، سفره، صالون، صالون كله، واقدر ان انا اتعامل معاك عن طريق الثلاث شركات اللي حضرتك قلتهم. انا لما قسطتهم اتجوز ابني او بنتي ان شاء الله. ممتاز. تعالوا بقى نروح الفرع الثاني ونتفرج على الابداعات اللي موجوده. يلا تقولوا كده عشان تقولوا لنا بالتفصيل بقى. احنا العنوان في مدينه بنها، منطقه الفلل قبل كوبري الفحص. ارقام التليفونات لاي استفسار 012 755 322 39 ده رقم الواتس. الرقم الثاني تليفون عشان لو ده غير متاح 010 24 54 85 62. سعدنا جدا بالجولة اللي خدناها طبعا في معرض أساس الشعر. ناس محترمة، حاجات قيمة جدا. هسيب لكم التليفون والعنوان في أول تعليق إن شاء الله، والسلام عليكم.